ورحمة الله وبركاته. مبروك للأهلي، مبروك للخطيب، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك لمارسيل كولر، مبروك لكل اللاعبين، مبروك للجمهور العظيم، ومبروك لمصر. ومش مبروك لاتحاد الكورة، ولا مبروك لرابطة الأندية، ولا مبروك لوزير الرياضة. مبروك للأهلي، الأهلي بس. ومبروك لمصر، لأن الأهلي هو مصر. الأهلي بين العظماء. لما تتكلم عن أعظم أندية العالم لازم تحط الأهلي في الصف الأول. بالأربعة أحرزنا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. كسبنا بطل آسيا أوراوا الياباني بالأربعة 4-2. أوراوا اللي كسب الهلال السعودي في الفاينل من كام شهر في نهائي البطولة الآسيوية. الأهلي كسبه بالأربعة زي ما كسب الهلال بالأربعة. عندنا أقوى هجوم في كأس العالم للأندية 2023، مسجلين 4 أهداف النهاردة و3 في الاتحاد، 7 أهداف غير البنالتي اللي ضاعت، غير ال10 فرص السهلة اللي ضاعت. 3 في الاتحاد و4 في أوراوا، رقم قياسي تاريخي للنادي الأهلي في آخر 3 أدوار في كأس العالم للأندية من يوم ما اشتركنا في البطولة سنة 2005. كل لاعبي الأهلي نجوم، كل لاعبي الأهلي أبطال. مش هنتكلم عن أخطاء بالاسم، هنقول في أخطاء بس بلاش بالاسم. محمد الشناوي كالعادة عملاق. أحمد نبيل كوكا اكتشاف المباراة، اكتشاف البطولة، اكتشاف كولر. تحية للكاف كاف، كولر وكوكا ما شاء الله. ياسر إبراهيم، قلت لكم المباراة الماضية ضد فلومينينزي هو أحسن لاعب في أرض الملعب. النهاردة كمان ما شاء الله بيرسي تاو رائع. النهاردة علي معلول رائع، مع ان الجول الاولاني اللي دخل فينا غلطته، مع ان البنالتي اللي جات لنا ضيعها، بس جايب لك جونين، جايب لك جونين هم الثالث والرابع، هم اللي كسبوك البطولة. ما شاء الله على مدافعي الأهلي. لما كسبنا الهلال 4 كان ياسر إبراهيم جايب جونين، والنهاردة لما كسبنا أوراوا 4 ياسر جول ومعلول جونين. ايه الجمال ده يا أهلي؟ الأهلي خلاص فتح على الرابع، رباعيات كولر يا جماعة. من فضل الله سجلنا 4 أهداف وخدنا رابع برونزية، وبقينا دلوقتي في الترتيب تاني نادي على منصة التتويج في تاريخ البطولة ب4 مرات صعود. ايه الجمال ده؟ احنا اخر 4 بطولات ورا بعض، احنا في نصف النهائي 4 مرات ورا بعض، محدش عملها خالص خالص، ولا ريال مدريد ولا برشلونة ولا في نادي في التاريخ وصل نصف نهائي كأس أندية العالم 4 مرات ورا بعض غير النادي الأهلي. من فضل الله، من فضل الله. هو ده الأهلي يا جماعة. هزمنا أوراوا ريد دايموندز بطل آسيا وبطل اليابان 4-2 في مباراة من مستوى تاني خالص، مستوى عالمي قوي قوي قوي. الأهلي في مستوى تاني، الأهلي في حتة تانية خالص. اوعى لما تيجي تتكلم على الكرة في مصر تتكلم عن النادي الأهلي، لا، اتكلم الأول على الكرة وبعدين تقوم نقل على الكرة العالمية تقوم نتكلم على الأهلي بس. إنما تيجي تتكلم على الكرة في مصر وتتكلم عن النادي الأهلي تبقى غلطان، غلطان والغلط